سيحكم العالم من مصر. اشرح. نعم. اشرح. يعني سيحكم العالم من مصر. آه. ما هي دي تحتمل اكتر من معنى. ويحكمها المصريين. ايوه، المصريين. العقيده كده. بص يا فندم، ده عندهم. انت حضرتك سالتني قلت لك يقروا سوره ايه؟ سيدنا يوسف. سيدنا سورة يوسف. آه. سيدنا يوسف عليه عليه السلام السلام. هو نبي من عند الله. اه. يوسف الصديق. اه. تمام. تمام. طيب، سيدنا يوسف ده كان رسالة الله في الاقتصاد. اه، ده حقيقي. ما ربنا بعت رسالة في سيدنا يوسف في الاقتصاد. مم. يبقى مصر هيتم. ومين كان بيحكم معاه؟ الملك فرعون. ملك. اه. مصري. تمام. بس فكان سيدنا يوسف لوحده والباقي كلهم مصريين. طب ولا احنا اقتصادنا مأزوم ليه وتعبان ليه؟ عشان احنا ما عندناش، احنا اللي بنعمل، احنا اللي بنبوظ نفسنا. انا بتكلم عن المستقبل واسمك. ما احنا بنتكلم عن المستقبل. المستقبل القريب. يعني اعفيني من الإجابة. يعني نتكلم عن سنوات. اعفيني من الإجابة. ليه؟ ما يعني اوكي، يعني قبل بداية نهاية الزمان عندهم اللي قالوا عليها 2055 عند بني اسرائيل. سيبها لله. بص يا باشا، احنا عندنا ميزة مش موجودة في المنطقة الشرق الأوسط العربي إلا عندنا، وهي تعداد السكان. احنا ثروة بشرية جبارة وضخمة تم تعطيلها كويس بأدوات متعددة، منها الوسائل الناعمة والوسائل الغير ناعمة. يعني مش عايز افتح في الموضوع ده كتير. الثروة دي لو في برامج علمية وإدارة استراتيجية منضبطة، زي ما حولت إلى معطلة ستحول إلى منتجة منطلقة. يعني مصر إلى صعود في المستقبل إن شاء الله بأمر الله. ده يعني أنا أقدر أجزم لحضرتك، بس في مشكلة أنا برضو مش عايز أتكلم فيها، لأن الناس هتفهم كلامي غلط.